اهلا وسهلا متابعيني الكرام في كل مكان. نجح فريق بيراميدز في تسجيل الهدف الاول بشباك نظيره صن داونز في اللقاء الذي يقام اليوم بجنوب افريقيا ضمن ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا 2024-2025. هدف التعادل لبيراميدز سجل وليد القرطي لاعب بيراميدز الهدف الاول في مرمى صن داونز بالدقيقة 39 من المباراة من خلال كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح بيراميدز عن طريق مهند لاشين على رأس وليد القرطي الذي سدد كرة داخل الشباك. هدف صن داونز الأول سجل لوكاس كوستا لاعب صن داونز الهدف الأول في مرمى بيراميدز بالدقيقة 54 من المباراة من خلال تصويبة من يسار منطقة الجزاء لصالح صن داونز لترتد إلى كوستا الذي سدد كرة من يمين منطقة الجزاء لتسكن الشباك. شكرا متابعيني الكرام على حسن متابعتكم.